وحشتوني. فيديو النهارده بعنوان غريب جدا، والعنوان ده الصراحه انا قايمه بيه في حياتي. ايه رايك لما تجرب؟ مش يمكن لما تجرب تطلع بتعرف فعلا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد بتفاصيل جديده، ويا ريت يا ريت تركزوا لاخره وما تنسوش اللايك والاشتراك. ويلا بينا. السؤال النهارده بجد، هو انت ليه ما بتجربش؟ مش يمكن لما تجرب تطلع بتعرف تعمل الحاجه؟ كم مره اتعرض عليك شغل ويبقى اللي جايب لك الشغل شايفك انك مناسب للحاجه دي، بس انت لمجرد انك ما جربتهاش قبل كده فتقول له لا 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 انا ما فاهمش في الحاجه دي، انا مش هجربها. طب كم مره خدت كده بعضك واديت نفسك فرصه وسالت نفسك هو انا ليه ما اجربش؟ مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف اعمل الحاجه دي؟ بالظبط بالظبط زي مشهد اخونا حزلقوم. يا ابني ما هو يا بتعرف يا ما بتعرفش. ما انا لسه ما جربتش اصلا. يبقى ما بتعرفش. مش انت لما اجرب اطلع بعرف. عارف انت لو مشيت بالمبدأ بتاعه مش هتضيع منك ولا فرصة. المصيبة في كده ان اوقات كتير احنا بنضيع علينا فرص لمجرد احنا ما جربناش الحاجة دي قبل كده. خايف ليه؟ خايف تترفض؟ خايف ما تعرفش تطلع بتعمل حاجة؟ طب ما انت بتجرب، يا صابت يا خابت. فشلت فيها هتريح بالك انك ما تاخدش تجربة في الحاجة دي تاني، وصدقني هتتعلم منها. مفيش حاجة في الدنيا بنخوض فيها تجربة الا ونتعلم منها. ادي نفسك فرصة، ادي نفسك فرصه تكتشف الحاجه الجديده وتشوف نفسك انت شاطر فيها ولا لا. هتعرف منين انت شاطر في الحاجه دي ولا لا لو ما قررتش انك تجربها؟ دايما كده بنبقى نفسنا نشوف نفسنا في مكانه حلوه، في حاجه كويسه، نشوفنا ناجحين. طب ساعتك فكرت انت نفسك تشوف نفسك ناجح في انهي مجال؟ شاطر في انهي مجال؟ المكانه اللي عايز تبقى فيها دي انهي مكانه بالظبط؟ طبعا عمرك ما هتبقى عارف، انك ما بتقعدش مع نفسك وتبقى اصلا عارف انت شاطر في مجال ايه ومش شاطر في مجال ايه. انت ما بتجربش. هنا يجي فرصة ما تجرب. جرب اكتر من مجال، جرب اكتر من فرصة تتعرض عليك، جرب اكتر من شغلانة، خد اكتر من حاجة. هتكتشف نفسك، هتكتشف تفكيرك، هتتطور بشكل اكبر. حتى هتعرف انت حابب ايه وشاطر في ايه. بلاش تبقى حابس نفسك دايما في زون انا خايف اجرب، خايف اخد التجربة، خايف اخد خطوة، خايف اعمل ده. طب وبعدين هتعرف نفسك امتى وتطور من نفسك امتى وانت ما بتاخدش ولا تجربه؟ تخاف من انك تفشل. الفشل بدايه النجاح، لانك بمجرد ما عرفت انت شاطر في الحاجه دي ولا لا فانت كده اتعرفت على نفسك، فانت كده ناجح. فبلاش بقى شويه الخوف اللي معطلنا. ما تضيعش وقت في انك تتعلم الحاجه بره وبعد كده ابقى اشوف فرصه ان انا ادخل الحاجه. طب ما الفرصه قصادك، الفرصه معاك وبين ايديك وجايالك، اتعلم معاها. ما تضيعش وقت، ما تضيعش من عمرك، ما تضيعش ايام. خليك عارف انك عمرك ما هتتعلم اصلا غير لما تتزنق في الحاجه. بطل تاجل لبكره وتقول جايز بكره ابقى اتعلمت. بلاش تستنى بكره وتعطل من نفسك بسبب خوفك. ابدا من النهارده وخوض التجربه عشان لما يجي بكره تبقى واقف على ارض صلبه وعارف انت عاوز ايه. واشوفكم على خير.